هل المريض اللي عنده مشكلة في الشرايين التاجية ما ينفعش يصوم؟ الإجابة لأ. امتى المريض اللي عنده مشاكل في الشرايين التاجية يصوم وامتى ما يصومش؟ ده اللي حابين ان احنا نفهمه مع بعض. في الأصل ان 95% من مرضى قصور الشرايين التاجي المفروض ان هم يصوموا، وده بالنسبة لهم هتبقى فيه استفادة كبيرة قوي. بس في بعض الحالات المعينة اللي ما ينفعش المريض دوت فيها يصوم. زي مين؟ مريض دلوقتي لسه جاله جلطة وما عداش على خروجه من المستشفى أسبوعين، هل ده ينفع يصوم ولا لأ؟ لأ، ما ينفعش يصوم. طب مريض تاني عنده قصور في الشرايين التاجي وذبحات صدرية غير مستقرة وكل شوية بيضطر إن هو ياخد برشام تحت اللسان عشان يضيع الوجع اللي في صدره، طب هل ينفع يصوم ولا لأ؟ برضه ما ينفعش يصوم. مريض تاني عنده قصور في الشرايين التاجي ولكن دلوقتي الموضوع دوت ابتدى يحصل له فيه مضاعفات كتيرة قوي، زي مشاكل في الكلى أو مشاكل في عضلة القلب، وبقى محتاج إن هو يمشي على علاجات تتاخد على مدار اليوم أكتر من مرة، والعلاجات ديت يا دوبك مخليه يعمل مجهود بسيط من غير ما يجيله أعراض. طب هل دوت ينفع يصوم ولا لأ؟ لأ، ما ينفعش يصوم. طب مين اللي ينفع يصوم؟ اللي ينفع يصوم دوت المريض اللي عنده قصور في الشرايين التاجي وقدر إن هو ياخد العلاج أو يعمل قسطرة ويركب دعامة وبعديها أموره بدأت تستقر. طب دوت يصوم إزاي؟ أول حاجة قبل ما يصوم لازم يراجع الدكتور المعالج. ليه؟ لأن في خطة العلاج في كتير قوي من الأدوية بتاعتنا بتكون بتتوزع على مدار اليوم، بيضطر إن المريض دوت ياخدها بالثلاث مرات. فهل في الحاجة دي إيه اللي بيحصل؟ هو لما بيراجع الدكتور يبتدي الدكتور يديله أدوية تانية بدايل اللي هو بياخده تكون ممتدة المفعول، علشان ما يجيش طوال فترة الصيام يكون تأثير الدواء راح ويبتدي يحس بأعراض. فأول حاجة لو أنت أمورك مستقرة وقدرت إن أنت تتشخص إن أنت دلوقتي أمورك كويسة ومفيش أعراض متكررة اللي تخليك إن أنت تحتاج تاخد أدوية تحت اللسان على طول، أول حاجة تعملها أنت راجع دكتور القلب. ليه؟ عشان يحاول يظبط لك علاجاتك ويحاول إن هو يشوف لو في دواء قصير المفعول يديك دواء تاني ممتد المفعول عشان ما يحصلكش مضاعفات أثناء الصيام. طب خلاص الحمد لله ظبطت علاجك وربنا مقدر إن أنت تصوم، تاكل إيه وما تاكلش إيه؟ إيه اللي تاكله؟ أول حاجة قاعدة عريضة كده لازم نبقى فاهمينها كلنا، إن مريض القلب ما ينفعش إن هو ياكل مرة واحدة. بمعنى إن ربنا خلق لنا كده في جسمنا إن مجرد ما المريء بيحصل له تمدد من الأكل تبتدي ضربات القلب تزيد عشان يبتدي يوصل دم أكتر للجهاز الهضمي فيبتدي عملية الهضم بصورة طبيعية. تخيل بقى مريض عنده قصور في الشرايين التاجي طول اليوم صايم ومرة واحدة راح جاي ياكل وجبة كبيرة مرة واحدة، ضربات قلبه زادت، مع إن أنا أساسا في المقابل بكون مديله أدوية اللي هو أهدي ضربات القلب، فيبتدي المريض يتعب. فايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يحصل ان هو لما يجي ياكل وجبات صغيره، يعني يبتدي يفطر يشرب مثلا عصير، ياكل سلطه، يشرب شوربه، بعد كده يقوم يصلي، وبعديها ممكن على بعد صلاه العشاء يبتدي ياكل الوجبه الثانيه بتاعته الطبيعيه. طب ليه كده؟ عشان نحاول ان انا اول حاجه بعد فتره صيام طويل اديله الحاجات اللي هو يقدر يستفيد منها زي الكربوهيدرات والسوائل. بعد كده الوجبه الاساسيه بتاعته ياكلها عادي خالص. طب الوجبه الاساسيه ياكل فيها ايه؟ كل خضار، كل بروتين، ابعد عن الحاجات اللي مقليه وابعد عن الحاجات اللي فيها دهون كتير. تاني حاجه حضرتك ممنوع ان انت تاكل مخلل خالص، عشان دوت هيخلي ضغطك يعلى، جسمك يبتدي يعبي ميه ويبتدي يحصل لنا مضاعفات. ايه كمان؟ هتلاقي ممكن من ضمن العلاجات اللي بياخدها مريض القلب كتير قوي ان يجي يقول له ايه؟ الدواء دوت حبايه على الريق. هل ينفع مريض يبقى او انسان عادي حتى يبقى صايم 14 ساعه واول حاجه ياخدها على ينزلها في المعده يكون حبايه؟ لا. لما اجي اقول لك حبايه على الريق معناها ان انت ابتدي افطر حاجه خفيفه، اشرب ميه، اشرب عصير، وبعد كده خد الدواء بتاعك ده. مش معنى على الريق ان انت يكون المعده فاضيه بالكامل، لا، ممكن يكون فيه شويه سوائل لان اوريدي معدتنا بيكون فيها العصاره، ولما تشرب سوائل كده او حاجه بسيطه يبقى خد الدواء بتاعك. انما مش معنى ان انا اقول لك خد الدواء دوت على الريق يبقى انت تيجي في رمضان اول ما يأذن الله اكبر تروح واخد البرشامه. ده اوريدي كفيل ان هو ممكن يتعب معدتك ويدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. طب خلاص فطرنا والحمد لله ربنا كرمنا، جينا في السحور. من مشاكل السحور ان مريض القلب لو اكل ونام ومعدته كانت مليانه ده كفيل ان هو يعمل له مشاكل في ضيق في النفس، يعمل له مشاكل ان ممكن يخلي ضربات قلبه سريعه ويزود مشكله الحموضه في المعده، وديت كلها اعراض ممكن تضايق مريض القلب اكتر من المريض اللي ما عندوش مشكله في القلب. عشان كده حاول لو انت اثناء السحور ان انت على قد ما تقدر تخلي سحورك يكون قبل الفجر بساعه او ساعتين، بحيث تدي نفسك الوقت الكافي ان تكون الاكل ابتدى يتهضم، وبعديها لما تيجي تنام تكون امورك مرتاحه خالص. حبيت اشارك معاكم النهارده بعض النصائح والمعلومات لمريض القلب. معاكم دكتور عبد الله برحاب، استشاري امراض القلب.